السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا جايه معاكم اوضح حاجه صغيره قد كده. الفيديو اللي فات اخر فيديو انا عاملاه، كنت بتكلم عن الحادثه اللي حصلت في بورسعيد، وكنت بتكلم عامه. انا اصلا ما اقصدش الحادثه، انا طالعه اتكلم عشان آه استفزني كذا كومنت على الموضوع، فطلعت اتكلم بسببه. اللي هو انا قصدي من الفيديو اللي انا عملته بلاش كلام على الناس، ده اللي قصدي. وكنت موضحه قوي في الفيديو اللي انا قصدي اصلا بلاش نطلع نتكلم على الناس، بلاش نقول حاجه احنا مش شفناهاش ولا سمعناها. ففي كذا حد كلم مامتي، حبايبها يعني، كلموها وقالوا لها كلام اسماء مش واضح. انا مش زعلانه لحد، بجد مش زعلانه، وعارفه اللي انتوا صح، بس انا ما كانش قصدي كده. انا طالعه اوضح حاجه، اللي هو إيه، انا ما كانش قصدي ادافع على البنت. انا بجد اتفرجوا على الفيديو كويس، انا ما قلتش ان هي مش غلطانه، انا ما كانش قصدي ادافع عنها. اللي كان قصدي من الموضوع زي ما قلت لكم، اللي انا اقول بلاش كلام عن الناس. وكنت زي ما بقول برضو موضحه في الفيديو. واحده كلمت ماما وقالت لها اسماء مش موضحه، او اللي يبان من طريقه اسماء ان هي بتدافع على البنت، يعني اللي يتفرج هيفهم ان هي بتدافع عن البنت. فلا والله انا مش قصدي ان انا ادافع عن البنت خالص، لان انا قلت في الفيديو بلاش كلام الناس. وكل اصلا كل حوار الفيديو اصلا اللي انا بقول بلاش الكلام. اتفرجوا وبجد، اتفرجوا تاني هتفهموا اللي انا بقول بلاش الكلام على الناس. مش بقول البنت ما غلطتش، ما قلتش هي مش غلطانة، لا انا قلت هي احنا ما شفناش حصل ايه، فبلاش نقعد نتكلم عليه. انتوا ما كنتوش موجودين ساعة، زي ما قلت برضو في الفيديو التاني، قلت انتوا ما كنتوش موجودين وهي بتعمل كذا. اللي خلاني اتكلم في الفيديو اصلا زي ما بقولكم استفزازي من كذا كومنت على الفيس، كتير قوي بقى، زي ما بقولكم كتير بجد، بيحكوا حاجات اصلا وما ما يعرفوهاش. زي ما قلت كنت قاعدين في البيت كده زيي، وبيقولوا حاجات ما يعرفوهاش، وبيقولوا قصص وخيالات من دماغهم هم ما يعرفوهاش. فده اللي استفزني وخلاني اطلع اقول بلاش كلام على الناس، بلاش نقعد نتكلم ونقول إيه ده حصل وما حصلش وما اعرفش ايه واحنا قاعدين في البيت. مش قصدي خالص خالص اللي انا اقول اللي هي ما غلطتش، او اللي انا اقول عليها اللي هي بريئة. انا اصلا ما اتكلمتش في الحوار، انا اصلا ماليش دعوة بالحوار، عشان كده ما اتكلمتش. لو انا عايزه اتكلم كنت اقول حد حصل منها كذا وحصل منها كذا، انما انتوا هاتوا الفيديو كده هتتلاقوني اصلا بحاول ما فتحش في الموضوع بتاعها قوي. وفي واحده تانية برضو قالت لماما عشان اسماء يعني عشان انتوا من بورسعيد خليها تتكلم في الموضوع بعد ما الموضوع يخلص. فلا، انا مش طالعه اقول ده عشان احكي الموضوع، انا اصلا مش بحب كده. انا بس طلعت، انا بجد مش بحب اطلع في فيديوهات اتكلم عن الناس، او اقول الاحداث اللي بتحصل في بورسعيد او الكلام ده. انما اللي استفزني اللي خلاني بجد اعمل الفيديو هو الحادثه دي شغلت بال ناس كتير قوي. هو ممكن تكون حادثه ممكن توصل زي ما واحده قالت رأي عام. انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا ما بفهمش الكلام ده، ماليش دعوه بيه بجد. الدوشه دي كلها ما بحطش نفسي فيها، بس زي ما قلت لكم اللي بيحكوا اللي بيقولوا. فانا طلعت على اساس اللي هما ممكن يشوفوا الفيديو ده، الله اعلم، ممكن الناس اللي بتقعد تتكلم تشوف الفيديو. فكنت بقول بس ارجوكم اسكتوا، يعني ارجوكم ما تقعدوش تتكلموا، ممكن يحصل عليكم كده، ممكن يجي في يوم حد يتكلم عليكم اكيد هتزعلوا. فما كانش قصدي بجد، بقولها تاني من الاخر، ما كانش قصدي ابرق البنت، انا ماليش دعوه بالموضوع، ومعرفش هي غلطانه ولا مش غلطانه، ربنا اللي بيحاسب زي ما قلت. وبس ده اللي كنت عايزاكوا يعني تفهموه. ولا انا مش هتكلم عن الحاجات اللي بتحصل في بورسعيد، عشان برضو ما بحبش اشغل دماغي بالدوشه دي كلها، ما بحبش كده. فبس يعني كنت طالعه اقول لكم كده بس. متنسوش اللايك بقى، وسلام.